تعالى اقولك عشان السمك يطلع معاكي حلو ومقرمش ويبقى زي بتاع المحلات بالظبط، ورز الصيادية يتظبط معاكي ويبقى جميل. هتعملي ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم معايا في يوميات اندلسية. يلا بقى نبتدي يومنا كده بقى بالصلاة على سيدنا محمد، ونبتدي بقى بالشاي بلبن. يا جماعة اللي بيحبوا الشاي بلبن هيحسوا بيا، وهيحسوا باللي بيحبوا يبتدوا يومهم بالشاي بلبن. الشاي بلبن ده مشروب العظماء والله. قلت بقى هبتدي كده معاكم نعمل حاجة دافية الأول نشربها مع فطارنا المتين ونظبط الكلام. بصوا أنا أوقات بسخن اللبن زي ما بسخنه كده دلوقتي في الكنكة، وأوقات بصراحة بصبه بارد، بيبقى أريح وجميل والواحد يشربه على طول، ما يستناش ان هو يبرد عشان خاطر يعرف يشربه. نظبط بقى كده الدماغ ونظبط فطارنا، وبعد كده بقى ايه، نبتدي أكلة السمك الجميلة. عايزة اقول لكم هنا انا عماله اقول لكم اظبط فطارنا وفطار متين، وهو لا فطار متين ولا حاجه. على نقطتين اللبن اللي وقعوا دي همسحهم دلوقتي، حاضر. ده يا دوب فايش. بحب انا وابني بنحب نسقيه في الشاي بلبن، ويا دوب ميني بيتزا. ده الفطار المتين اللي كنت بصراحه يعني بقدر اشربه الصبح او اكل اي حاجه ليه الصبح. بس لازم كده قبل ما الواحد ياكل العين تاكل، الواحد كده يظبط طبقه وشكل المج كده وكل حاجة معاه عشان يقعد ويتسلطن ويبقى كده مفتوح نفسه على باقي اليوم. بصوا هو كده، ده الفطار المتين، حاجة بسيطة وزغنططة وخفيفة خالص. جيت بقى خلاص كنت فطرت الحمد لله، قلت اما اغسل بقى الاول مكان فطاري عشان خاطر خلاص بقى هقف انضف السمك وما يبقاش في اي زفارة. وبعد كده اقوم غسله الكوبايات. لا رتبي حالك انتي تغسلي الاول اللي ما يتزفرش، او تملي الازايز، او شوفي هتعملي ايه، وبعد كده تزفري الدنيا بعد كده براحتك. هنا بقى كنت خلاص غسلته ومرضتش ان انا اطول عليكم. قلت بقى ايه، نعمل التتبيله مع بعض. انا عندي فلفل فرماه وشايلاه في الفريزر، وبعد كده بقى الثوم وحبه ملح وكمون، وادي عصر الليمون. بصوا اهم حاجه في السمك، اعصري ليمون زي ما انت عايزه. الملح احنا بنحب نكتره شويه، ونحب نسيبه شويه في التتبيله، يعني نسيب السمك بعد ما يتبل كده منقوع شويه فيه عشان خاطر ما يبقاش اللي هو كأنه متحيق ومش متحيق. عارفين انتوا الموضوع ده، اللي هو تاكلي السمكة فيها الملح بس هي مش شاربة منه، مش يعني ملهاش طعم كده. فحلاوتها بصراحة انها لما تتنقع فيه شوية تشرب بقى من الحياء بتاعها. كلمة تشرب من الحياء بتاعها دي كلمة حماتي، اكتسبتها منها يعني على مدار السنين. هنا بقى انا هعمل جزل وبولتي ومكرونة. بحب برضو اكون منضفة السمكة بتاعتي كويس جدا، سلسلة ظهرها دي من جوه في البطن لازم اكون محفرها كويس جدا بالسكينة عشان تخرج منها اي بواقي دم. والمكرونة بقى انا عايزة اقول لكم انا بحب، بصوا يعني مش اتبلها، لا احشيها بالتتبيلة، تبقى بصراحة رائعة. بس وبنحطها بمسكة كده واحدة واحدة واحط جواها التتبيلة وارصهم مع بعض. انا هنا لابسة جوانتي عشان عارفة انا في ناس هتاخد بالها وتعترض. لابسة جوانتي عشان ريحة التوم لما بتبقى في الضوافر بتبقى مش لطيفة، بتبقى مش حلوة. بتفضلي بقى تغسلي المواعين بعدها ومش عارفة تدعكي ايه وتعملي ايه. وجربت والله العظيم امسك الليمون اللي انا عصرته على التتبيلة واقعد ادعك في صوابعي، ما بتروحش ريحة التوم دي، ما بتروحش. فافضل حاجة بصراحة وصلت لها ان انا البس جوانتي وقت تعامل التوم في اي حاجة، في اي حاجة، هتبل سمك، هتبل بتنجان مقلي، هتبل اي حاجة فيها توم.
هنا بقى كنت شقيته وتبلته. بصوا شكله عامل ازاي، روعة. وادي كده هنا الجزل بتاعي. بصوا بقى، انا ما بطقش الدقيق، مفيش واحدة فينا بتعرف تتعامل مع الدقيق من غير ما بتعفر حواليها. التعفيرة دي انا بقى ما بطقهاش. فلازم بقى كده ايه، تفرشي مفرشك اي حاجة، ورق الجرنان عندك، ورق بلاستيك، المفرش الرول دوت بصراحة جميل وبينجز. وبعد كده بتلميها وعلى الباسكت على طول. تمام. هنا بقى الاول انا بعمل الجزل، الاول بعمله عشان خاطر ما يكونش الدقيق يتبهدل من السمك. فبمشيها بالترتيب، الجزل الاول وبعد كده بعمل المكرونة، وبعد كده بخلي البولتي للاخر خالص، لان البولتي اوقات بينزل مية في الدقيق. فلما تيجي تعملي البولتي الاول وينزل المية دي والدقيق يكلكع معاكي، تيجي تعملي الجزل مثلا في الاخر والمكرونة، تلاقي طبقة الدقيق اللي انت عاملاه بيهم فيها كلاكيع دقيق كده مكلكعة، ما بتبقاش حلوة بصراحة. بتنزل تتحرق في الزيت، مش بتقرمش، بتتحرق. خدت بالكم من الحركة اللي عملتها، اللي هو بواقي الدقيق رحت حطها على التتبيلة بتاعت الايه، بتاعت الجزل. اصبروا هقولكوا عليها في الاخر، هتعرفوا انا عملت كده ليه. جبت بقى دقيق وطبق مية جنبي. تمام. وبعد كده عليهم معلقتين نشا. بصوا بقى، عشان تطلعوا المكرونة معاكم مظبوطة مقرمشة ما تفكش في الزيت، خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ انا عملت طبق الاول دقيق ونشا، وبعد كده رحت مغمساها بسيط قوي في المية، وبعد كده رحت نازله بيها ايه، في الدقيق والنشا تاني. اللي علمني الحكايه دي ايه؟ عموك الله يمسيه بالخير، الشيف الشربيني. الشيف الشربيني بصراحه اكتر واحد اقتنعت بيه في قلي السمك بتاعه. بيطلع السمك لونه ذهبي مقرمش، ما بيتهرش منه في الزيت. في انواع سمك كتير عشان خاطر صغرها وان لحمها طري والشوك بتاعها ما بيبقاش تخين يمسك السمكية كده ويصلب طولها وعودها، فبيتهري في الزيت. ده بصراحة الطريقة دي أكم كتير ما الواحد كان بيعمل المكرونة وطبقة واحدة دقيق ويقوم منزل في الزيت، على طول بلاقي زي ما يكون بتبقى عاملة زي الكسكسي كده في الزيت، بتفرول، بتبقى مبدورة كده في الزيت، بيبقى شكلها وحش خالص، وبتضيعي بقى سمكك كله في الزبالة يعني. لكن الطريقة دي بصراحة جميلة جدا. طبقة من الدقيق والنشا، وبعد كده تحطيها في المية وتمسكيها من راسها تحطيها في المية، ماشي. وطبقة تانية. وخدوا بالكم، بصوا انا بعمل ايه، انا ببرمها في الدقيق، بحيث ان هي ايه، اغلفها كده بيها واخليها تمسك نفسها، مش اللي هو اقوم مبططه يمين مبططه شمال وخلاص، لا. ابرميها كده ويمين وشمال. ويا حلاوتها بقى لو بلدي، تبقي جايباها صغيره بقى كده بلدي، هتبقى بصوا طعم وشكل. وهنا كنت خلاص خلصت المكرونه، ونمسك بقى الايه، البولتي انا كنت مفتحاه فتحات فيه، لان هو كانش صغير قوي يعني، كان اكبر من كف الايد كده بشويه. احنا بنحب بصراحه السمك الصغير، بس لما بيكبر سيكه كده بديله شقه في الجلد بتاعه عشان الدقيق يدخل جوه ويستوي اللحم بتاعه، وكمان يقرمش. خدوا بالكم، عشان تقرمشوا السمك حلو ويطلع معاكم زي المطاعم بالظبط، حطوا معلقتين نشا على الدقيق، وما تكتروش في الدقيق، لان كده كده في الاخر بيترمي. وكده بصوا لميت المفرش بتاعي والرخامة زي الفل. بس انا هوسخ الرخامة اهو، ده من عبطي بقى ان انا رحت بقى ما عملتش العجينة اللي هعملها دي والمفرش مفروش، نزلت اهوت على الرخامة دقيق، بس كنت بحاول امسحه اول باول. هنا حطيت نشا تاني وحبة دقيق على ايه، على التتبيلة بتاعة الجزل. تتبيلة الجزل دي على فكرة بتبقى نظيفة جدا وما بينزلش دم تاني فيها، وبتبقى كلها توم وملح وكمون وليمون وشطة وفلفل، بتبقى حقيقة حلوة جدا. ده بقى انا ما كنتش متعودة على الطريقة دي. جيت بقى اكمل لكم ده. هنا البصلة قلت اما اعملها بتاع الرز الصيادية كده وايه، وانا واقفة هكمل لكم بقى وانا بقلي ايه، المكرونة. ال ال اللهم صل على سيدنا محمد، يا لهوي على النسيان. عشان خاطر
المكرونة تبقى مظبوطة معاكي ومقرمشة، اقليها هي اول حاجة في الطاسة، اول حاجة في الطاسة قبل ما الزيت يتوسخ. تمام. انا هو نزلت المكرونة الاول، وما تقعديش تقلبي فيها كل شوية، التقليب هيهريها، سيبيها تتحمر الوش بتاعها ويكون زيت غزير، هتنزل كلها بصوا تسقط كده فيها، وقلبيها بالراحة وطلعيها، يعني اللي هو قلبة واحدة، مجرد بس ما تقلبي الوش التاني وشكرا على كده، تحمريها وتطلعيها. هنا بقى تتبيلات الرز، انا عايزه اقول لكم، انا واحده مديهالي يعني جوزها شيف في احد المطاعم الكبيره، ماشي، بدون ذكر اسماء. هنا بصراحه اهم حاجه قالت لي عليها القرفه والكركم والكاري، هيظبطولك الدنيا جدا في الرز. نرجع بقى ايه للعجينه اللي انا عملتها. العجينه ديت جوزي كان متعود عليها طول عمره، احنا ما بنعملهاش احنا في بيتنا. فهي التتبيله وعليها ملح، وعليها قصدي دقيق وشويه نشا عشان تقرمش. وهنا بقى رز الصياديه، احنا بنحب بصراحه نحبشه بشويه تتبيلات كده جميله. هنا بقى بصوا العجينه خلت لها زيت لوحده، هو ممكن تعمليها في زيت السمك، بس اللي هو ايه قبل ما تبتدي تحطي اي سمكة خالص. وادي اكلتنا الجميلة. بصوا شكل الفطير طالع عامل ازاي، ذهبي وجميل ومقرمش، وبتبقى حاجة عاملة زي السناكس كده جنب الاكل. وسلطة الطحينة وسلطة الكبابجي اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، ورز الصيادية الجميل. وبصوا بقى المكرونة، بصوا حلاوتها، بصوا كل واحدة ماسكة نفسها ازاي، بص مفيش واحدة اتفرفتت ولا اتهرت في الزيت ازاي. اعملوا طريقة الشيف الشربيني وادعولي. يلا بالهنا والشفا، مع السلامة.